بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزمالك قدر يفوز امبارح على المصري بنتيجه كبيره، فوز مهم للزمالك، فوز يكفل ليه الصداره ويكفل ليه كمان الاستمرار في المنافسه. ده شيء جيد جدا. الحقيقه الزمالك بيقدم موسم ممتاز، بالنسبه كمان لمشاكله وبالنسبه لظروفه حاجه يعني ما كانش متوقع. محدش في مصر كان متوقع ان الزمالك يبقى في المستوى ده ويبقى بالاداء ده ويبقى بالروح دي. اللي هيعمله الزمالك السنه دي الحقيقه شيء مش عادي، ويمكن في الدور الاول كان اداء ريبيرو كان صعب جدا، وكان الزمالك متخبط، ومشاكل بعد سحب الارض مشاكل الزمالك بقت كبيره جدا، وكله قال لك خلاص كده الزمالك وقع مش ملوش قومه تانيه الحقيقه. لكن معتمد جمال الحقيقه، معتمد جمال مدرب كبير، مدرب مهم في الكره المصريه. وانا رايي يمكن ما بياخدش حقه زي علي ماهر مثلا، يعني يمكن في اشاده طول الوقت بعلي ماهر، لكن ما فيش اشاده بمعتمد جمال، مع ان معتمد جمال لا يعني اللي هو عامله اعجاز، واللي هو عامله مش عادي. سكواد سيراميكا احسن من سكواد الزمالك، ومع ذلك سيراميكا مش محقق نفس النتائج. النهارده بنتكلم في فوز في الدوري الممتاز لمعتمد جمال 8 9 ماتشات، تعادل مره وتهزم مره، نتائج ممتازه لمعتمد جمال، وبتقول ان هو مدرب كبير ويستحق الاشاده ويستحق التقدير. شابوه معتمد جمال الحقيقه، ومعتمد جمال مدرب كبير، وانا بشوف انه الحقيقه مش واخد حقه اعلاميا. يعني مهم جدا ان الاعلام يتكلم. طبعا كل الكلام على ايه؟ اصله ناصر منسي مبروك، اصل امه داعيه له، يعني مفيش حد كده. طب ما هو يعني بقيت، طب لعيبه الاهلي امهم داعيه لهم يعني مش كده يعني فما فيش كده. يعني ما تحاولوش تتفهوا من نجاحات الناس. يعني الناس باذله مجهود وبتنجح، الناس شاطره. فانت لو انت عندك مشكله كلم لاعيبتك، كلم ناديك، لكن ما يبقاش كده يعني. فالحقيقه مبروك للزمالك، وانا شايف انه الزمالك بيأدي موسم ممتاز، ومعتمد جمال احسن مدرب مصري في الدوري المصري. احسن مدرب مصري في الدوري، هو احسن من علي ماهر السنه دي. السنه دي لا، اداء الزمالك رائع. صحيح علي ماهر بيبدا اللعب من ورا، يمكن على طريقه جوارديولا فعجب الناس شويه، لكنه لما اي فريق بيضغط عليه من قدام بيعمل مشكله وبيخسر وبيتعادل. واداؤه في الكام ماتش اللي فات كمان كان سيء جدا، وهنشوف بكره اداؤه قدام الاهلي. وانا رايي ان بكره ماتش سيراميكا والاهلي طبعا هو مهم جدا بالنسبه للاهلي، لكن انا رايي انه سيراميكا بطريقه لعبه اللي الاهلي حافظها وعارفها وعارف مدربه بيفكر ازاي، الى جانب النواقص اللي في سيراميكا. لا، بكره الاهلي سهل جدا يفوز. المشكله الوحيده عند الاهلي الضغوط اللي على اللعيبه زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان وامام عاشور عندهم ضغوط مش عاديه. الجمهور بيضغط عليهم وبيحملهم مسؤوليه اللي حصل، وبيحملهم مسؤوليه الخروج من دوري الابطال افريقيا، وبيحملهم كمان مسؤوليه الدوري، انه اي نتائج سلبيه او اي اخفاق في السنه دي في الدوري هيشيلوا الليله. وهيبتدي بقى نداءات زي ايه؟ اذبح يا خطيب، ايوه، او اذبح يا سيدي او حفيظ. فهتمشي كده. فاللعيبه عارفه انه الميديا والسوشيال ميديا والاعلام التلفزيوني هيتكلم على انه اذبح بقى، اذبح يا عم سيد، يا عم سيد عبد الحفيظ، اذبحهم بقى. فالاربع خمس لعيبه دول تحديدا عليهم ضغوط مش عاديه، لانهم عارفين هيشيلوا الليله. وهيقول لك بس هم دول اللي مبوظين اوضه اللبس، هم دول المشكله، وهم دول اللي عملوا كل حاجه، وكأن هم دول اللي جابوا كام، مش هم دول اللي جابوا المدرب، هم دول اللي بيجيبوا لعيبه مش عايزينها، زي هم دول اللي جابوا عمرو الجزار مصاب، هم دول اللي جابوا هادي رياض، مش هم دول. هم دول اللي طيروا صفقه حميد حمدان، هم دول اللي طيروا صفقه الفخوري، مش هم دول. هي منظومه متكامله على فكره، اللعيبه دي مش لوحدها، الى جانب حتى الخطا والنفسانه ما بين اللعيبه السبب فيه الاداره مش هم. محدش قال للخطيب يدي 100 مليون ولا 120 مليون لزيزو، محدش قال للخطيب ما يعدلش عقد ما ويرضيه، محدش قال للخطيب جيب تريزيجيه وانت جايب بن شرقي
وهياكلوا ببعض على مين هيلعب وينج شمال. ما حدش قال الخطيب يعمل كده. اللعيبه دي مالهاش ذنب. اللعيبه مالهاش ذنب. الضغوط اللي على اللعيبه كبيره جدا، وانا شايف انه هي دي المشكله. انا بشوف انه بكره وبشكل كبير انه الاهلي هيقدر يعدي وهيقدر يكسب سيراميكا، لكن المشكله هتظل قائمه. الاداء مش هيرضي الجمهور. يعني سهل جدا ان بكره الماتش يعدي 1-0 2-0 عادي، لكنه او 2-1 اي نتيجه فيها فوز يعني للاهلي. لكن الاداء، هل الاداء هيعجب؟ انا بقول لكم الاداء مش هيعجب. لا المدرب، يعني تخيلوا يا جماعه مدرب عارف ان هو اخر السنه ماشي، لعيبه عارفه ان اخر السنه هيضحى بيها. طب انت مستني منهم ايه؟ هيلعبوا ازاي؟ يعني انت اللي هتلاقي عنده روح تريزيجيه لو لعب، ما اعرفش ساكن هيلعب ولا لا، غالبا هيلعب. هتلاقي عنده روح شويه امام عاشور، لكن مستحيل تلاقي زيزو عنده روح لانه قلقان خايف. مين تاني هتلاقيه برضه قلقان وخايف ومش بيلعب كويس؟ بن شرقي، اكيد بن شرقي. بن رمضان على فكره مش هتلاقيه كويس لو لعب، يعني لو لعب مكان امام عاشور، لانه في حمله على السوشيال ميديا ريح بقى امام عشان ده جايب عقد سعودي وبيضغط عشان يمشي، قعدوا جمده بس بالطريقه، لاعب بن رمضان. في صراعات بتدار واضحه جدا. المشاكل دي كلها مش هتؤدي الى اداء جيد ومش هتؤدي الى نتائج جيده. اللي يؤدي الاداء جيد والنتائج جيده، شفنا الروح بتاع الزمالك امبارح، لعيب على قلب بعض، لعيب عايزه تعمل حاجه، لعيب عايزه تاخد دوري. لكن الاهلي لا، في مشاكل كتيره جدا. النهارده في عرض بن شرقي خلاص اتحرك بالفعل، وخلى الوكيل بتاعه يكلم انديه خليجيه، والغرافه عارض ان هو ياخده. طيب هو النهارده لعيب شاغل دماغه هيروح فين كمان شهر ولا شهر ونص عشان ينتقل لنادي تاني، هتاخد منه ايه في الملعب؟ لعيب تاني انت مجمده، اللي هو امام عاشور، عشان انت خايف احسن يعني يضغط ان هو يمشي او تعدل له عقده وانت مش عايز تعدل عقده. فانت بتعمل ايه؟ بتجمده، عايز تجمده على الدكه. طب انت هتجمده حلو، مين مكانه؟ بن رمضان. طب بن رمضان انت راضي عنه والجمهور راضي عنه؟ لا، ده انت طول السنه بتشتم فيه وهو اداؤه وحش فعلا، وبيشاور بيعمل بايده وبيضرب بايده وحاجه اداء يعني لا بيعرف يدافع ولا بيهاجم. فانت النهارده هتاخد ايه من اللعيبه دي وانت بتعمل فيها كده؟ ثم ما ينفعش تدار الامور من خلال الميديا، بمعنى انا النهارده عايز اجمد امام عاشور عشان قلقان منه، هيج بقى اكلم الناس في اللجان السوشيال ميديا يتكلموا على انه بن رمضان اجهز، اصله اداء امام مش عارف ايه، اصله اداء امام. لا ما تمشيش كده. امام احسن لاعب في الاهلي، امام احسن لاعب في مصر، امام مكسبك 3 مباريات متتاليه قبل اخفاق افريقيا، وقبل ما يقعد ساعه الجيش، ساعه ما سافرش معاك لافريقيا في الماتش بتاع افريقيا، كان مكسبك 3 مباريات متتاليه وكان عامل الفارق. انت مش هتلغوش عشان الناس بتنسى بعد 3 ايام كانوا ايه اصلا، مش هينفع كده. امام احسن لاعب في مصر، انت عايز تجمده عشان جايب لك عرض سعودي، اوكي، بس انت ما تفهمش او ما تتخيلش انك لما تتكلم السوشيال ميديا ريح امام ريح امام ريح امام، ولو حصل اخفاق ما هيقول لك فين امام، جمهور الاهلي هيقول لك فين امام، ما لعبش ليه؟ هو مش فاهم هو ما لعبش ليه، لكنه ملعب سليم ما يلعب مكان مع المنتخب وبيلعب. فانت عندك مشكله في طريقه الاداره. الاداره بتدار بشكل من خلال الاعلام، قعد ده ولعب ده واعمل ده، ده ما تمشيش كده الدنيا. وفي الاخر نفس الميديا دي تقول لك اصل النجوم دول مش عارفين يلعبوا. طب ما انتوا اللي بتلعبوهم وانتوا اللي بتقعدوهم على الدكه، مش المدرب، بتعليمات من الاداره. اللي بيحصل كتير الحقيقه في الاهلي ولخبطه كتيره جدا ومش هتؤدي الى حاجه. ده رايي الحقيقه، واتمنى الخير، يعني اتمنى انه ازمات الاهلي تنتهي، لكن انا مش شايف الحقيقه نهايه لازمات الاهلي واستمرار لنفس السياسات، وده مش هيؤدي لشيء جديد يعني. فشكرا جدا لكم.